قناة جويش لايف الفضائية اليهودية الأمريكية بثها إلى العالم العربي ودول الشرق الأوسط، وذلك بهدف خلق توازن أعلامي مع القنوات الفضائية العربية. مراسلتنا أمل الحناوي استطلعت آراء العديد من المواطنين في الشارع المصري حول هذا الموضوع. لم تعد الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون إلى القاهرة والعواصم العالمية كافية لتوضيح موقف تل أبيب من عملية السلام والاستيطان وما يسمى يهودية الدولة. الجديد هذه المرة هو أن منطقة الشرق الأوسط ستستقبل قريبا عبر القمر الأوروبي هوت بيرد فضائية جويش لايف الأمريكية والمعروفة بتحيزها إلى إسرائيل. يدعوت أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية قالت إن الهدف من بث القناة إلى المنطقة هو خلق توازن مع ما تسميه مواقف الفضائيات العربية المنحازة للعرب. الخوف الحقيقي من الأفلام الوثائقية اللي بتعتزم القناة بثها، لأن هي أعلنت أنها تعمل مجموعة من الأفلام الوثائقية الخاصة بالهولوكوست وبالصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظرها. الشارع العربي الذي يعيش وسط ما يسميه البعض بالمتاهة الإعلامية المنطلقة من الداخل والقادمة إليه من الخارج، يرى الكثيرون أنه سيهتم بمتابعة القناة الجديدة للتعرف على أهدافها ورؤيتها للأحداث، لكن البعض يرى أن الأمية في العالم العربي ربما تصبح تربة خصبة لأفكار جويش لايف. هذه القناة في الأساس هي محاولة لفرض التطبيع واختراق العقل العربي والمثقفين، وأعتقد المثقفين سيتصدون، ولكن الأميين خاصة نسبة الأمية العربية وفي مصر مرتفعة، وهنا تكمن الخطورة. ممكن أنا أشاهد القناة للنقد فقط، مش لتبني أفكارهم. كما هو حال العالم العربي انتظار في وضعية رد الفعل، فالمهمة تبدو ثقيلة هذه المرة لاتخاذ خطوات عملية للرد على جويش لايف في التو واللحظة، خاصة أنها ستملك وفق القائمين عليها ميزة الخطاب العربي، بينما غابت اللغة العبرية عن آفاق الإعلام العربي الذي حول مشكلات الداخل من غياب للديمقراطية والفساد والأمية والانقسام إلى ملفات للتنحر الفضائي. قادمة لا محالة المواجهة الجديدة بين العرب واليهود مع انطلاق قناة جويش لايف، مواجهة تتطلب ردا منهجيا بعيدا عن الصوت العالي، ولكن كيف والإعلام العربي مقسم بين حكومي وخاص. أمل الحناوي، روسيا اليوم، القاهرة.